برضو مش صلاة. فعندنا اوبشن واحد وهو ان احنا نروح جامع. اعتقد لحد دلوقتي ممكن اروح اصلي ركعتين وابقى في الصف الاول دار الامام. المسجد المنقذ والله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. طلع مصطفى عربية. طلع يا ابني. واحنا ايه؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. يا اسطى التراك الرابع للراجل ده واحنا قاعدين. نرجع ناخد البتاع تاني. ايوه منافقين. انا ما تعبتش المره دي زي كل مره. مش تعبان قوي يعني. هو ما كملش ليه؟ ايه اللي في دماغك؟ دايركت وخلاص. يلا يا عم، 1 2 3. لا اللقطة ذلك الرحمة أنا وتابا لعل على الجمل إلى وعتابا وكنت إذا سألت القلب يوما تولى الدمع عن عن قلب الجواب ولي بين الظلم. تعبت ليه النهارده كده؟ فيها طاقة على فكرة. رجلي يا مبسوط قوي. من ساعة ما أنا باجي الجراب عندي بقى فوق مفيش ليك خالص. انا عامل دماغ. يا سلام، شعور جامد قوي قوي. بس هو المشكله النادي بعيد عننا قوي. انا عايش في منطقه اشبه بالعشوائيات، فالنادي في اخر البلد. ثاني هظبط نفسي عشان اكتشف انعكاس الشاشه. ما علينا. انا في الوقت ده من اول ما باجي من النادي لحد المغرب كده ولا حاجه، او بعد ما انام لحد المغرب، ايه بقى بخلص بقى ايه فيها اموري الدنيويه والجامعيه والكاريريه. حوالي بتصفي في الاخر على متهيألي 5 ساعات اعتقد، يعني زي ما انا فاكر. ف5 ساعات يعني
لا 5 ساعات صافي صافي، لو شلنا الصلوات والاكل والموضوع ده فبتصفي على 5 ساعات او اقل كمان. الفكره انا ليه بعمل الموضوع ده؟ هو الصراحه هو الموضوع بنسبه كبيره اللي هو موضوع شخصي، اللي هو يعني انا الحياه دي هتوحشني بجد بعد كام. انا عارف ان انا بعد مثلا على قرب التخرج كده وقبل سنه رابعه حياتي تتقلب. يعني الاكل اللي انا بلاقيه اول ما بصحى ده ممكن ما يكونش موجود، الهدوم دي مش هتتغسل اوتوماتيك يعني، فانا اللي هعمل ده كله. شكل الحياه دي يوحشني. ممكن ما انامش هنا، انام بره او اخد سكن بره. يعني الحياه يعني بنسبه كبيره ممكن تتغير بشكل كبير. فانا عايز اصور الحاجات دي بفكره ايه، اللي انا عايز افتكر ان انا كان عندي حياه قبل ما اخش سوق العبيد. يعني انا حاليا ممكن اعمل اللي انا عايزه، انا ممكن اغير روتيني كده او موعد نومي كده، او اروح او اخرج اي خروجه انا عايزها. مفيش مانع غير الفلوس طبعا. اللي هو يعني عندي مرونه جدا في الحياه، بقيت اعمل حاجات كتير. يعني مثلا بروح النادي يعني ساعات بعد الفجر بقعد جلسه شروق كتير جدا الحمد لله. بعد المغرب بقعد من المغرب للعشاء بمزاجي. اي خروجه تجيلي ممكن اروحها عادي، مرونه كبيره. فانا لما اجي اخش سوق العمل، لا انا هبقى من الساعه مثلا الشغل مثلا الساعه 9 ولا حاجه، فاصحى من الفجر طبعا، او من الساعه 6 ابدا اجهز وعشان اروح هاخد ساعتين، بعد كده اروح الشغل واخلص الشغل واجي في ساعتين كمان، 4 ساعات راح في اليوم. وهيبقى في حاجه زي عواميد اسمنت كده في حياتي، فمش هعرف اغيرها، مش هيبقى عندي المرونه دي. ومن الحاجات اللي انا رافضها في الشغل عموما ان الشغل يكون بعيد عن بيتي. مثلا الطريق ياخد ساعتين، دي حاجه بلوه، دي حاجه يعني حاجه كارثيه بالنسبه لي. الفكره بقى اللي انت مش المفروض تبص على الساعتين دوت اللي هم ساعتين وبس. لا انت مثلا انت هتبص عليهم هم ساعتين رايح وساعتين جاي، كده 4 ساعات. لا سيما بقى لو حصل حاجه في الطريق او البتاع اتاخر او الموضوع كبر منك، ممكن بقى ال4 ساعات اللي في اليوم دوت ممكن يكبروا اكتر، يبقوا 5 ساعات ولا حاجه مواصلات بس. ده غير الشغل. دي حاجه بلوه الصراحه. يعني 4 ساعات من مش عارف 16 ساعه اللي انت صحيهم، فدي حاجه صعبه. وكمان الشغل هياخد مش عارف كام ساعه كمان، حاسس ان انا مش هيبقى عندي حياه بس هشتغل. وكمان بقى انت هتبص بقى ايه، هتتصدم صدمه انك لما تيجي تجمع ال4 ساعات هتجمعهم لو تشتغل في ال5 ايام، ال4 في 25 ساعه في الاسبوع، 20 ساعه في 4 اللي هو بتاعت الشهر ب 80 ساعه. اضربهم بقى 80 ساعه في 12، هتلاقي بقى في رقم مرعب قوي. يعني انا خايف اقضي جزء كبير من حياتي في المواصلات، فدي يعني حاجه رافضها بشكل قاطع. فبس انا عارف ان الحياه دي هتوحشني بعدين. هاي دود، انا النت فاصل بقاله كتير قوي. يعني انا بقالي 5 ايام من غير نت، شغال على باقة التليفون، مش بعمل اي حاجه غير ان انا بلعب ببجي. فانا هقوم اروح لغايه دلوقتي عشان ما اوريش اي حاجه اعملها بتاتا، والله ما ورايا اي حاجه اعملها. بس البودكاست ده من اجمل البودكاستات اللي انا سمعتها الصراحه لحد دلوقتي. قاعدين جنب في عز الشجر كده، قاعدين في حاجه زي كده، وعمال يشوفوا بودره وبتاع. تبقى لما تكبر ما جيت دكتور من صغير. عين ما عندكش رحمه. ولا انا عندي حساسيه من الذره. طب وانت بتعمل ايه؟ ما انا ظروف يا اخويا، ظروف عندك. ومن امتى الواحد بيعمل حاجه بمزاجه؟ خش ده يا محمود. بص كده، بص يا حوده، بص يلا بس تتعلم عشان ما تطلع. تعلم يا محمود. شايف ابوك بيتريق عليا. بص يلا امسك لو هي هنا، امسك اقرب حته من فوق وشد جامد، بس ما تمسكش من فوق خالص، لا امسك من قريب كده. بص انت هتشد بأنهي ايد؟ دي، حط دي هنا هنا، هات دي جامد بس ده.
ايوه. هو الواحد لسه يعمل ده كله؟ قبل ده مش شهادة. كده تتخيل كده كده اصلا. بس في كده يوم من الايام كده لما الوقت بشوف وقت يموت خلاص كده اصلا نفس الجزء شفت سير لين عليك. بص كان ده فرق بين اعترفه وبعترف. شفته؟ لا انا بقول لك شو ازاي؟ واخرون اعترفوا بذنوبهم خلاص عملوا صالح من خسائر اصلا لا يتبع دي ايه اعترفوا فاعترفوا بذنوبهم فسحقا بذنبه. ذنبين غلط ايه؟ ذنبين هذه صفة طيبة برضه الناس 40 بس في اليوم وآخرون اعترفوا بذنوبهم فأطلقوا عملا صالحا وآخر سيئة عسى الله أن يتوب عليهم عبد المزيد. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الاعتراف انا عارف الاعتراف بالذنب مصير لا مفر منه، فإما أن تعترف به اليوم تائبا خاشعا، وإما أن تعترف به غدا مذموما خاسرا. شتان بين اعتراف يتبعه غفران واعتراف يتبعه نيران. فكن فاطنا واعترف الآن وتوب قبل أن لا يفعل. أول خطوة رب اغفر لي ولأخي